السلام عليكم. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونعمل مع بعض صينية بطاطس بيوري. صينية البطاطس دي ممكن تتعمل جنب فراخ جنب لحمة، يعني هي مش طبق رئيسي، أو ممكن تتعمل للسحور أو للعشاء. هحط كيلو ونص بطاطس أو حسب الكمية اللي انت عايزاها، تتسلق في مية وشوية ملح. وبعدين هعمل العصاج، ممكن تعمليها بفراخ أو بصدور فراخ، وممكن تعمليها بلحمة مفرومة. أنا النهاردة هعملها بلحمة مفرومة. هنزل ببصلة متوسطة، وهنزل عليها بكمية اللحمة المفرومة المناسبة ليا، زي ما انت عايزة نص كيلو، عايزة ربع كيلو، عايزة كيلو، حسب الكمية اللي انت هتعمليها وحجم الصينية اللي انت هتعمليها. هنزل بقى بالفلفل الاسود، شوية بهارات لحمة، يعني 7 بهارات. حطيت بهارات مرقة دجاج يعني، او مرقة لحمة زي ما انت عايزة. وهتظبطي الملح وتسيبي العصاج يستوي مع البصل. هقلب بقى كده زي ما احنا شايفين، وطبعا زي ما احنا متفقين، احنا كل ما بنعمل الاكل بنصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، وبنسبح وبنستغفر وبنكبر وبنحمد ربنا على كل النعم اللي ربنا بيديها لنا، وبنقرأ كمان لإلاف قريش، ربنا بيبارك بيها كل اللي احنا بنعمله. زي ما احنا شايفين كده البطاطس بعد ما استوت، طبعا هجسها بالشوكة، اول ما احس ان الشوكة دخلت فيها للاخر خلاص تبقى هي كده استوت. هشطفها بشوية مية تحت الحنفية بس عشان اعرف اقشرها، وتقشريها وهي سخنة عشان لما تضيفي لها الزبدة او السمنة تسيح معاها وجواها كده وتدوب معاها. انا كده قشرت البطاطس زي ما احنا شايفين كده، وههرسها بالزبدة او السمنة زي ما انت عايزة، هي يستحسن انها تكون زبدة، يعني بتدي طعم افضل واحسن بكتير. ههرسها بقى بالهرسة بتاعتي كده زي ما احنا شايفين. طبق البطاطس ده حلو جدا والولاد بيحبوه وخفيف، ممكن تعمليه في السحور، وممكن تعمليه جنب الفطار في رمضان. وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يبلغنا رمضان يا رب واحنا في احسن حال. اهرسيها بقى كويس قوي كده، حطي بقى الملح والفلفل والبهارات اللي حطيتيها في العصاج، حطيها مع البطاطس، يعني فلفل اسود، بهارات لحمه، مرقه لحمه او مرقه دجاج زي ما تحبي، الطعم اللي انت بتحبيه. كل واحده فينا بتعمل الاكل بطريقه مختلفه، مع انه نفس نوع الاكل ونفس نوع الصينيه، لكن كل واحده نفسها بيختلف عن التانية، وكل واحده اكلها بيطلع زي العسل، لان احنا متفقين الاكله لما بتتعمل بحب بتوصل على طول للقلب. ههرسها بقى كويس قوي كده لحد لما احس انها بقت شبه العجينه. في المرحله دي بقى تقدري تضيفي كريمه طبخ، تقدري تضيفي شويه لبن، تقدري تضيفي اللي انت عايزاه. زي ما احنا شايفين هدهن بقى الصينيه بتاعتي حته سمنه كده علشان ابتدي افرد البطاطس بتاعتي. ما تحطيش سمنه كتير في ارضيه الصينيه. انت كده كده حاطه زبده في البطاطس عشان ما تبقاش تقيله قوي. هنزل بنص كميه البطاطس في الصينيه، وهتبقي مشغله الفرن قبلها، هي ما بتاخدش سوا كتير، يعني بتحطيها شويه من تحت وبعد كده بتولعي الشوايه. افرديها بقى زي ما تحبي. انا طبعا فردت شويه بالهرسه كده وبعدين فردتها بايدي، صراحه مش هكدب عليكم يعني، مفيش احسن من ايدينا بالبركه يعني. هنزل بقى بكمية اللحمة كده زي ما احنا شايفين، طعمها وريحتها زي العسل. الإضافات دي ترجع لك انتي، الحاجة اللي انتي بتحبيها وولادك بيحبوها، ودايما احنا بنعمل الحاجة اللي ولادنا بياكلوها وبيحبوها علشان ياكلوا كويس. الطبق ده فيه قيمة غذائية عالية جدا، فيه بصوا زي ما احنا شايفين كده بروتين وفيه نشويات وفيه كمان كالسيوم، لان انا هضيف بيضة في الاخر على الوش، فطبعا يعتبر طبق كامل متكامل للولاد. افرجي بقى كويس قوي كده وحاولي تسوي الوش زي ما احنا شايفين. بصوا بقى كده هجيب بقى بيضة واحدة، ما تحطيش كتير، حطي بيضة عليها معلقتين كبار لبن، فلفل اسود وملح، وارميها كده على الوش. طبعا علشان تزيني الوش انا حطيت فلفل الوان، ما كانش عندي اخضر حطيت فلفل احمر واصفر. المهم حاجه كده تشد النظر، لان العين بتاكل قبل الفم. دايما كل ما الطبق بيبقى شكله حلو كل ما يجذب الشهيه، يفتح الشهيه. حطيت كبشه كبيره كده من اللبن، وهحطها فوق الوش، وهدخلها الفرن على درجة حرارة 180. هتتحمر من تحت وتحسي ان هي اتحمرت كده، تروحي حطها تحت الشواية. يعني ما خدتش كتير في الفرن، حوالي 10 دقايق بالظبط لو الفرن بتاعك ناره عالية. بصوا الجمال، ريحتها حلوة قوي وتحفة.
وطبعًا ربنا يحسن ما بين إيدينا جميعًا، دي أفكار علشان نعملها جنب السفرة في رمضان أو على السحور عادي تمشي برضه، في ناس ما بتفطرش كويس وما بيبقاش ليها نِفْس للأكل ساعة الفطار ممكن يتسحّر بيها. بُصّوا بقى عظمة، 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 الريحة بقى جايبة لآخر الشارع. ألف هنا وشفا طبعًا على كل اللي أكل منها، وألف هنا وشفا على كل حد بياكل من عندنا لقمة. ما تنسوش تدعوا لي دعوة حلوة وأنا كمان هادعي لكم في الأيام المباركة دي، ويالّا بقى بينا نغرف كده الطبق ونشوف شكلها إيه. بُصّوا الجمال، ريحتها حلوة أوي وطعمها حلو أوي، وممكن تضيفي لها حاجات كتير جدًا، ممكن تضيفي لها كريمة طبخ، ممكن تضيفي لها لبن، تحطي على البطاطس نفسها لبن. بُصّوا الجمال، أنا هاغرف بقى كده. وبكده تكون صينية البطاطس بيوريه بتاعتنا جاهزة، سهلة وسريعة وطعمها حكاية. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير، واستنوني في وصفات تانية كتير في شهر رمضان، وكل سنة وانتم طيبين. وما تنسوش سبسكرايب للقناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا بقى بينا نختم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وسلام.